لما بنتكلم عن رونالدو وميسي فاحنا مش بنتكلم عن اتنين لعيبة كورة. دي الكرة نفسها يا جماعة، رفيق الكروي. سعادتك بتتكلم عن 12 كرة ذهبية، 9 تشامبيونز ليج، 12 لا ليجا، صفر كاس عالم. ايه ده صفر؟ طيب ليه لا رونالدو ولا ميسي ولا واحد فيهم خد كاس عالم قبل كده؟ للأسف كلنا عارفين إن البرتغال في عهد رونالدو ما وصلتش نهائي كاس العالم ولا مرة. ميسي وصل مرة واحدة في 2014 منك لله هجوين، وقابلت أقوى نسخة للمنتخب الألماني في آخر 10-15 سنة من مانويل نوير، اللي كان بالمناسبة جماهير بايرن شايفينه لا يصلح لحراسة مرمى البافاري. بس مش موضوعنا دلوقتي. كلوزه الهداف التاريخي لكأس العالم، ماركو رويس، مسعود أوزيل وماريو جوتزي. يا عم خلاص يا عم ما تزعقش، عارف انك بتقول ماريو جوتزي ايه، بس للأسف حكمنا بالجول اللي جابه اللي خلى ألمانيا تاخد بيه كأس العالم، منك لله هجوين. وتاريخ ماريو جوتزي ما فيهوش غير الجول ده اصلا، بس على ما اظن ده كفايه انها تتكتب في تاريخ اي حد. وكانت ألمانيا لسه واكلة البرازيل 7 قبلها على ملعبها وفي وسط جمهورها، يعني ما كانش همها حد في البطولة، هي كانت رايحة تكسبها وتمشي. المنافسة بين رونالدو وميسي بدأت من أول ما رونالدو وصل ريال مدريد في 2009، وكانت أغلى صفقة في العالم ساعتها 80 مليون استرليني. ولما أقول لك 80 مليون استرليني مع بيريز وأغلى صفقة في العالم ساعتها، تعرف قد إيه رونالدو كان لعيب كبير. ده بيريز ممكن ينزل يلعب هو شخصيا بس ما يدفعش ربع الرقم ده. رونالدو وميسي اتقابلوا في فترة وجودهم في الدوري الأسباني 30 مرة، سجل ميسي فيهم 22 جول ورونالدو 16 جول. بس اخواتنا قاطني احياء ماديرا ما يزعلوش، رونالدو اكتر لعيب مسجل في ماتشات كلاسيكو متتالية 6 ماتشات ورا بعض في 2012. وطبعا مش هحكي عن ليالي الكلاسيكو والمنافسة في الماتشات دي كانت عاملة ازاي، كلنا عارفين النقطة دي كويس قوي. المهم، انتوا طلعتونا من الموضوع الاساسي ليه؟ عاوزين نجاوب على السؤال اللي سألناه، ليه ميسي ورونالدو محدش منهم خد كاس عالم لغاية دلوقتي؟ علشان سكواد الفريقين وحش؟ عيب نقول كده، لانهم مش محتاجين سكواد اصلا. يا راجل ده رونالدو خد يورو 2016 وهو صاعد احسن توالد، وهو مصاب قال سدد يا ايدير وخد البطولة في الاخر. على فكرة كان في لعيب اسمه ايدير كان بيلعب في البرتغال، وكانوا بيقولوا عليه انه خليفة رونالدو ساعتها بالمناسبة. المهم، برضه من رغم من كده سكواد الارجنتين ما كانش وحش في 2014. كان موجود بابلو زاباليتا، ماركوس روخو، خافير ماسكيرانو، اجويرو وهيجوين، منك لله هيجوين. طيب وسكواد البرتغال؟ لا بصراحة كده البرتغال طول عمرها سكوادها وحش. يا عم بقول لك رونالدو قال سدد يا ايدير، مين ايدير ده؟ برضه من رغم من كده كسب يورو 2016 في وسط فتحلة اوروبا، فبرضه السكواد مش المشكلة الرئيسية يعني. كأس العالم قطر 2022 ممكن يكون آخر كأس عالم للأسطورتين. هو مش يمكن، هو فعلا آخر كأس عالم. ميسي صرح إنه هيكون آخر كأس عالم ليه، ورونالدو بينه وبينكم الوضع ما يطمنش، وواضح إنه بدأ ينتهي فعلا، وأوضاع اليومين دول مش ولا بد، وما أعتقدش هيقدر يدي 4 سنين كمان. طيب خلاص كده، أكبر صراع في تاريخ الكورة وأسطورتين الكوكب كله محدش منهم هيتوج باللقب الأغلى في تاريخ أي لاعب. ده ميسي قال إنه مستعد يتخلى عن 2 بالون دور عشان يكسب المونديال ده. إيه ده ثانية واحدة، 2 بالون دور إيه عشان كأس العالم؟ إيه البخل ده يا عم ميسي؟ ده لو كوبا أمريكا اللي بتجيبوا فيها 2 من بره أمريكا الجنوبية أساسا كمالة عدد كنت قلت عدد أكبر من ده. المهم، انا جاي اقول لكم النهارده اخيرا البرتغال والارجنتين عندهم سكواد كويس، ومش كده وبس، الاتنين مرشحين وبقوه انهم يكسبوا كاس العالم السنه دي. ومش كده وبس، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. الفريقين ممكن يتقابلوا في النهائي كمان، خصوصا لو شفنا طريق الفريقين في كاس العالم. مجموعة البرتغال فيها الأوروجواي اللي لعبتها شطبت كورة من زمان، وكوريا الجنوبية اللي ما فيهاش غير الواتسون اللي أصلا بيلعب هناك علشان ما يلبسش ظابط 3 سنين، وغانا لا منك لله يا أساموا جيان المرة دي مش هيجوين. والأرجنتين مجموعتها مش أصعب من البرتغال، معها المكسيك اللي هي بتصعد كل كاس عالم عشان قارتها ما فيهاش حد غيرهم أصلا، وبولندا اللي ما فيهاش غير ليفا، وماتش السعودية كده كده مضمون. طيب بالنسبة لسكواد الفريقين فحدث ولا حرج. البرتغال فيها روبن دياز وجو كانسيلو ودالوت وسيدريك ونونو مينديز ده في الدفاع بس. في خط النص معاهم برونو فرنانديز، كارفالو، برناردو سيلفا، قدام كريستيانو ونيتو وجوتا. لا البرتغال داخله بقوه السنه دي ومش شايفين حد.
طيب والارجنتين؟ معاهم مارتينيز حارس استون فيلا، واي حد بيلعب فانتزي هيعرف مارتينيز ده كويس قوي. وكريستيان روميرو لاعب توتنهام، ومارتينيز قلب دفاع مانشستر واللي عمل طفره كبيره في الدفاع بعد كابتن هاني ماجواير. معلش اصل بحب مانشستر جدا، في موضوع هاني ماجواير ده تعبني نفسيا كتير. وباريديس والفاريز اللي لولا هالاند كان عمل شغل كبير قوي في السيتي، ودي ماريا وديبالا، وعلى رأسهم طبعا ميسي. ايه ده؟ السكوادين جامدين، ممكن حد فيهم يعمل حاجة؟ لا كمان خد الكبيرة، ممكن الاتنين يوصلوا نهائي ويقابلوا بعض كمان. تعالى يا رفيقي بص على الصورة دي معايا. هنا البرتغال لو صعدت أول في مجموعة النخبة اللي هي واقعة فيها، يعقوب قمر الدين ديبيازا، خالد كشميري، هتلاعب تاني مجموعة البرازيل اللي هي أصلا مجموعة هربانة من دوري بيبسي للمدارس، وبعدها هتلاعب حد من أسبانيا وألمانيا وبلجيكا أو كرواتيا. معلش يعني ما تقنعنيش ان كندا هتوصل ربع نهائي كاس عالم، مش هنهزر يعني، طريقها مفتوح لنص النهائي، محتاجه تكسب ماتش واحد صعب علشان توصل للنص النهائي واحتمال النهائي كمان. طيب والارجنتين لو صعدت اول برضه هتلاعب واحد من اضعف فرق البطوله، ار1 دي بالمناسبه استراليا عشان ما حدش يقلق، وعلشان تصعد نص النهائي هتلاعب حد من انجلترا او هولندا في الغالب، اللي هم المنتخبين اللي مش مرعبين بالمناسبه. خلاصة الكلام، الأرجنتين محتاجة تكسب ماتش أو اتنين بس صعبين علشان توصل النهائي. الفريقين يا جماعة كل الظروف متاحة ليهم إنهم يوصلوا النهائي. تخيل نهائي كاس العالم بين الأرجنتين والبرتغال، وواحد بس من ميسي ورونالدو اللي هيكسبوا البطولة. تخيل بس. هتسألني عاوز مين اللي يكسب النهائي؟ يا راجل عيب عليك، ده سؤال يتسأل؟ لما أقول لك 12 كرة ذهبية وميسي ورونالدو والمنافسة، أي حد فيهم يكسب، أي حد. انا اتمنى السيناريو اللي قلت لكم عليه يحصل والاتنين يتقابلوا في النهائي، بس لو اي حد منهم كسب من غير السيناريو ده برضه هكون مبسوط، وانت كمان هتكون مبسوط، وهيجوين هيكون مبسوط. منك لله يا هيجوين. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير لرفقاء الكرويين علشان احنا بننافس على البقاء بصراحة. مع السلامة.